هلا حبايب قلبي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله كلكم بخير. رجعت وياكم فيديو مال العيد، ترتيبات العيد للبيت، وكل عام وانتم الف خير. يا ربي عساكم من العوادة، يا ربي تحقيق كل الامنيات. مثل ما تشوفون الصالة غيرتها بتغييرات جدا بسيطة، وايضا شلت الفراش الشتوي يعني الزوالي، ومسحت البنكات على سبارس على بردات على حبشكلات، وبالاخير هاي اللقطة المنتظرة اللي هي البخور. واكيد نحضر قلابية العيد ما ننساها ونبخرها. وبعدين رجعنا على المطبخ، ايضا نظفنا تنظيف عميق وشلنا الزوالي، وصار كل شي تمام، وصار يرد الروح ويلمع لمع ويوج. وبعدين رجعنا على الغرفة مال المنام، وايضا شلنا الزوالي ونظفنا تنظيفات تامة. وانا احب الفرشات البيضة بالعيد، ما اعرف ليش احب، حس انطلاقها الابيض انطلاقها بالعيد، فانتم هم مثلي. وبعدين رجعنا على تنظيف وترتيب غرفة الأولاد، وشلنا الزوالي، وكلش متعبة الزوالي مال البيت لما أشيل الشتوي ولما أفرش الشتوي لما أشيل الصيفي. ليش؟ لأن أنا من نوع أشيل الأغراض كلها وأفرش، وبعدين أرجع الأغراض كلها، بعد يصير الفرش مرتب، يعني الزوالي مرتبة، فكلش أتعب بيه لما أشيل وأحط. قال الإمام علي عليه السلام: إنما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه، وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. وبعدين رجعنا على آخر شيء اللي هو الهول الحولي، وبعدين صعدت على البيت والسطوح وخلصت كل شيء. هاي تشوفون الساعة بيش دا أصور الساعة 4 الفجر، قبل العرفات بيوم، تخيلوا. وهنا ملوكة راح تسلم عليكم وتطلع عليكم وتقول لكم أنا مشتاقة لكم خالاتي. وهنا نحضر أدوات الكليتشة وشغلات الكليتشة وحبشكلات، وننتظر خطابنا أول يوم العيد. وبيبو حب يسلم عليكم ومع ألف سلامة. يمنا يا ماتي لا وخر حنينتي، لا وليادي الحلو وليادي يمنا يا ماتي ما يحنوش، هو فكير. ايام السعيدة، كل عام وانتم بخير، صحة وسلامة.